يسعد لي أوقاتكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بتمنى ينال إعجابكم. اليوم رح نعمل السلق الأخضر على طريقة شوربة بالسماق والعدس الأحمر. إن شاء الله طريقتي تنال إعجابكم. طبعا دائما الخضروات الخضراء مثل السبانخ والسلق والبقدونس دائما لازم ناكلها بين فترة والتانية لأنه كتير مفيدة لفقر الدم، غنية بالحديد وبالمعادن. وطبعا لبين ما نعمل هاي الشوربة منحتاج لتقريبا كيلو من السلق مغسول ومفروم بهالشكل هاد. طبعا هون أنا نقعت السماق كمان بالمي. طبعا إذا ما في عندكم سماق حب فيكم تستخدموا السماق الناعم بيعطي نفس النتيجة. هون طبعا عندي بصل مفروم بهالشكل هاد، وكمان توم مدقوق. بالنسبة للبهارات أصدقائي بدي استخدم بس البابريكا والفلفل الحراء اختياري، فيكن تستخدموه وفيكن تستغنوا عنه. هون 3/4 كاسة من العدس الأحمر مغسول ومنقوع بهالشكل هاد. طبعا هون كمان بيلزمني زيت وملح. وهلأ أصدقائي خلينا نبدأ بتحضير الشوربة. أنا هون بدي أحط الزيت بالطنجرة، وبعدين طبعا بدي أحط البصل المفروم بهالشكل هاد. طبعا بس مجرد ما يتغير لون البصل إلى اللون الذهبي بهالشكل هاد رح أبدأ أحط السلق. وهلأ بدي أبدأ أحط الملح، بعدين البهارات بابريكا وفلفل فلفل أحمر حراء. وهلأ طبعا بدنا نحرك كل هالمكونات مع بعضها بهالشكل هاد لبين ما يدبل السلق تماما. يعني هيك رح نخليه على النار يستوي مع بعض السلق والبصل والبهارات، يعني شي مدة دقيقتين 3. وبعدين رح نضيف العدس فوق السلق بهالشكل هاد. وكمان رح نخلط كل هالمكونات مع بعضها بهالشكل هاد، ورح نخليهم كمان تقريبا 3 دقايق 4 دقايق هيك يستووا مع بعض. وطبعا رح نضل نحركهم كل دقيقة بهالشكل هاد. طبعا بالمرحلة يلي بعدها رح نضيف عليها السماق يلي نقعناه بالمي. طبعا بالنسبة لهالسماق اللي صفيناه ما منكبه أصدقائي، منرجع منحط فوقه مي، وكمان منرجع منحطها فوق الشوربة لأنه الشوربة لسه ناقصها مي بهالشكل هاد. طبعا أصدقائي مع هالأكلة فينا نعمل التبولة الساخنة. رح نعملها بالحلقات القادمة، لكن اليوم أنا عملت مع هالطبخة هاي البرغل مع الحمص، وكمان سلقت صدر الدجاج وحطيتها فوقها. طبعا أنا ما صورت طريقة تحضير البرغل مشان الفيديو ما يصير طويل.
وطبعا هون حطينا الثوم المدقوق، وآخر شي طبعا بدنا نحط النعناع اليابس. كتير النعناع والثوم بيعطوا طعمة طيبة للشوربة. تقريبا هيك الشوربة بتصير جاهزة. طبعا هلأ بعد دقيقتين 3 رح نطفي تحت الشوربة وبتصير جاهزة. طبعا أصدقائي هلأ بس نخلص طبختنا رح نطلع مشوار على معرض الكتاب. رح صور لكم هنيك بعض اللقطات كمان. وهلأ طبعا هون الشوربة صارت جاهزة، وكمان البرغل مع الحمص صار جاهز معنا. طبعا هون سلقت صدر الدجاج وعم حطه فوق البرغل. عن جد كتير طيب البرغل مع الحمص مع شوربة السلق بالسماق. اخواتي بس بدي انبهكن على شغلة، يا ريت اذا هيك شاهدتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك باصابعكن الحلوة، لانه اللايك كتير مهم بالنسبة للفيديو، هو يلي بيخلي الفيديو ينتشر بين الاصدقاء. وهيك اصدقائي اكلتنا بتصير جاهزة. هذا هو السلق بالسماق والعدس، وهذا كمان البرغل بالحمص. إن شاء الله هيك طريقتي تكون نالت إعجابكم. وبنهاية الفيديو أصدقائي لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم مني كل جديد. ولحتى نلتقي بفيديو جديد أترككم بأمان الله وحفظه. وهلأ أصدقائي بعد ما خلصنا طبختنا رح نطلع مع بعض على معرض الكتاب، وهيك أصور لكم شوي من أجواء معرض الكتاب. وخبروني بالتعليقات إذا كنتوا مثلي من هواة قراءة الكتب ولا لا.